نظمت جمعية جسور المستقبل بتميمون ندوة تاريخية حول الأحداث التاريخية الناجمة عن انفجار القنبلة الذرية بصحراء دائرة رقان ولاية أضرار، وذكرى اليوم الوطني للشهيد. الندوة نظمت لفائدة تلاميذ متوسطة الماغيل بولاد سعيد، ومن تأطير أساتذة وممثلين عن الأسرة الثورية بالولاية. الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو ربط الحلقة بين الرعيل الأول والرعيل الجديدة. لا بد من تسمين هذه الدورات التكوينية من أجل إعلام وتثقيف الشعب الجديد بما قدمه الجيل الأول. تاريخ تميمون نتمنى الأساتذة والمؤرخين والكتاب يسجلوا تاريخ المنطقة، ونطلبوا يقرأ في المدارس لأجل الأجيال. هذه وصاية الشهداء. أشكر جمعية جسور المستقبل على هذه المبادرة الجميلة، واستفدنا منها وأخذنا قيم وعبارات كثيرة تفيدنا الآن وإلى المستقبل. استفاد التلاميذ استفادة طيبة، ونتمنى تكرار مثل هذه المبادرات حيث أنها تعبر عن انتقال رسالة الشهداء والمجاهدين إلى الأجيال الجديدة.